وعايزاك زي ما هتفعل السي سي ممكن تفعل الترجمة برضو، مرة كده ومرة كده، او الكابشنز انك تشوف الكلام اللي بيتقال ايه، لان هي ممكن تقول what do you mean، فانت مش عارف هي بتقول ايه. لما تفتح الكابشنز هيبقى مكتوب ايه what do you mean، فتعرف ايه ده، هي what do you mean لما تتقال بسرعة تبقى what do you mean. اوكي ده هايل. طب انا مش عارف معناها ايه، افتح الترجمة، فشوية كده وشوية كده هتفرق قوي. صباح الخير. طبعا انتوا فتحتوا الفيديو ده بسرعه قوي، اللي هو كان بيسالك من فتره انت ازاي اتعلمتي الانجليش اهو. يلا بينا 4 tips علشان تدخلوا الانجليش في حياتكم اليوميه، بحيث ان انتوا ما تنسوش، لان اهم حاجه ان احنا نستخدم اللغه في حياتنا علشان ما تتنسيش. اول حاجه بس عايزاك تكون واخد بالك منها، ان انت مش مجبر تتعلم الانجليش الا لو انت هتشتغل بيه او متجوز واحده اجنبيه. اوكي، غير كده مش عايزاك تحط نفسك في حته اللي هو ايه ده انا شفت واحد بيتكلم انجليش حلو، اما بالمره ما اساله يمكن ايه يديني الحبه الذهبيه او السحريه اول ما يقول لي عليها انا ابقى شاطر فيها. لا، هو الموضوع فيه جهد وانك تجتهد، مش هتيجي كده. اوكي، بس عشان انت لو فاكر الموضوع ده، فانت طالما اتخرجت وخلاص ما كنتش بتحب الانجليزي في المدرسه، فانت مش مجبر دلوقتي. يعني هي مش فشخره وخلاص، او اللي هو سكيل هتعلمها كده سهله خفيفه على الماشي. لا، هي مش سهله خفيفه على الماشي، ليها جهدها واجتهادها. اوكي، النقطه التانية المهمه انه لما بتيجي تتعلم اي حاجه، ومن الانجليش من ضمنها زي اي حاجه بنتعلمها، لازم تتعلمها وانت حالتك العقليه حابه ده، مش مجبره على ده، مش كارهه. يعني انت ليه لحد دلوقتي كبير ومش متعلم انجليزي بطريقه كويسه او ليفل محترم؟ علشان انت مش حابه، ما ذاكرتوش كويس، وهكذا. والطريقه اللي انت ممكن اتعلمت بيها في المدرسه ممكن تكون عقدتك، او حسيتك ان الانجليزي صعب انك تتعلمه قدام، وهكذا. فدي كلها عملت لك بيلد ابس في دماغك. اوكي، فانت بقيت كل ما تشترك في كورس تدفع فلوس وما تستفادش منه. ليه؟ انت داخل بحاله عقليه معينه، فدي بتاثر انت بتاخد المعلومه ولا لا. وده طبعا بيفرق في الانجليزي وفي اي لغه تانية، او بجد اي حاجه تانية. حالتك العقليه اللي هو انا حابب اتعلم الحاجه دي ولا لا. لو انت مش حابب، خلاص بجد ما تشتركش في كورس او اي حاجه هتدفع فيها فلوس، لانك مش هتتعلم. وكمان في ناس بتدخل تجبر نفسها، يعني تقول انا هشترك في كورس انجليزي وادفع فيه فلوس عشان اجبر نفسي. يبقى انت كده مش هتتعلم خالص بقى. لازم تعرف وتفهم انت بتتعلم ازاي. في ناس لما بتسمع كتير، في ناس لما بتكتب، في ناس لما تتعامل مع اصحاب اللغه، في ناس لما بتذاكر بطريقه عاديه انها تقرا وتسمع وتكتب وكل حاجه، يعني بتعرض حواسها الخمسه للحاجه اللي بتتعلمها. اوكي، يلا بينا نبدأ. أول ستيب، طول ما أنت ماشي اقرأ أي حاجة إنجليش قدامك، أي حاجة إنجليش قدامك. يعني مثلا لو في العربية ورايا مشوار بقرأ اليوفط، بجد بقرأ اليوفط. ولو ما لقيتش حاجة بالإنجليش بترجمها، اللي هو خلاص لو ما أنا مش همرن نفسي على القراءة همرن نفسي على الترجمة، لأن أنا الموضوع شاغل دماغي، أنا عايزة أتعلم، أنا حابة أتعلم. أنت لو كده بجد هتلاقي نفسك بتخلق لنفسك كذا طريقة إنك تتعلم بيها. فلو أنت في المواصلات العامة، لو أنت واقف مستني حاجة، اقرأ وترجم، بجد اقرأ وترجم. لو انت في المطبخ، لو انت في البيت بتعمل حاجة، بتسخن اكل، واقف في اي حتة في البيت، امسك اي حاجة واقرأ الحاجة من ورا بتاعت المنتج، اقرأ الانجليش بتاعها. اوكي، يعني مثلا هتلاقي المكونات وتلاقي المكونات، الانجريدينتس وتلاقي الانجريدينتس تحت. اوكي، اعمل كده. يعني بجد الحاجات دي خلتني اعرف حاجات في المطبخ دي ما كنتش الاقيها في كتب المدرسة، او حاجة اتعرض بيها للانجليش الا مثلا دخلت في السكه دي. يعني كل سكه وليها مصطلحاتها. يعني انا اوكي انتوا شايفين انا شاطره في الانجليزي، بس انا مصطلحاتي السياسيه تحت الصفر، خلاص، لان انا ما تعرضتش لحاجه فيها سياسه وما بحبش اقرا في السياسه. فانا ما كنتش هقرا اي حاجه فيها ليها علاقه بالطبخ الا مثلا لما بصيت على كل منتج من ورا وشفت الانجريدينتس. فانا بسبب الموضوع ده عرفت ان كلوفر يعني قرنفل، كيومن يعني كمون، تورمريك يعني كركم، ديل يعني شبت، وهكذا. فاقرأ كتير، اقرأ كتير. يعني حتى أو حطه في مكان بعيدا عن متناول يد الأطفال، out of children reach، حاجة كده. فالحاجات دي كلها هتتعرف ان ازاي بتتقال بالانجليزي، بالانجلش وانجليزي، فبالانجليزي. اوكي، وخلي بالك انت مش مجبر تقرأ الحاجات دي، بس انت ليه؟ عشان حابب. يعني دي ستيب هتبقى معانا من الاول وفي كل نقطة، خلاص انت حابب ده. تاني حاجة، جوجل ترانسليت أو أي ابلكيشن للترانسليشن ممكن لازم يكون essential عندك على الموبايل، زي أي سوشيال ميديا بلاتفورم، عشان أي حاجة تقف معاك
زي ما وقفت معاك دلوقتي هتقف معاك تاني، هتظهر لك تاني. فانت خلاص ترجمها دلوقتي، ترجمها دلوقتي واعرف معناها ايه، ما تاجلش. ابلكيشن، هتلاقي ابلكيشن الترجمه ده فيه سجل، فانت بقى لما تروح او لما تبقى فاضي انقلهم في كشكول واكتب الكلمات دي، وحاول عشان ما تنساهاش انت من دماغك فكر وخلي الكلمات دي في جمل، فانت توظف الكلمه في جمله فما تنساهاش. يعني حتى لو نسيت المعنى تفتكر الجمله اللي انت حطيتها فيها فتفتكر المعنى. شايفين ازاي الحاجات دي كلها بجد ما اتقالتليش؟ يعني انا مع نفسي وانا بتعلم فاكتشفت الحاجات دي ان دي حاجات تنفع معايا. فبجد انت مجرد ما تخش في البروسيس او العمليه ان انت تتعلم انجلش شويه شويه هتفهم نفسك انت بتتعلم ازاي، ودي مهمه جدا. لان كمان خلي بالك الفور ستيبس دول اللي انا هقولهم مش شرط ينفعوا معاك، بس هتفهم شويه الدنيا بتمشي ازاي، فلما تجرب انت هتلاقي طرق تانية مختلفه ليك. اوكي، النهارده الجمعه بس مش عارفه ليه في دوشه. تالت حاجه convert your searching into English، يعني ما تكتبش كيف او ازاي اعمل، على طول how to تكتب الحاجه اللي انت عايزها. ما تدورش على اي حاجه بالعربي، خلاص انسى الموضوع ده، اقراه بالانجلش شويه شويه. حتى لو الموضوع صعب معلش شوفه بالانجلش الاول ولو ما فهمتش قوي هات بالعربي، بس على الاقل تبقى عينك عدت على مصطلحات جديده. في الاول وفي الاخر انا مش عايزاك تتعقد، لا بالعكس عادي افتح بالعربي، بس عرض عينك، شوف، خلي دماغك تشوف الحاجات دي. مش هتفضل ثابت كده في اسطمبه واحده تتعلم من الكتب وخلاص، لا بجد الحياه هتعلمك اكتر من المدرسه بكتير. فانت مش الكتب اللي هتعلمك، يعني انا مش هقول لك روح ذاكر كتب المدرسه فيها الافاده كلها، لا خالص، ده ماليش دعوه بكتب المدرسه خالص، نشوف من على الانترنت. فعلى طول على اليوتيوب how to كذا، how to make new recipe for iced coffee مثلا. مش لازم تسرش في حاجه معينه لو هي صعبه، سرش في حاجه سهله. رابع حاجه، جرب اتفرج على كرتون كنت بتحبه وانت صغير، وهنا انت بتربط حاجه انت بتحبها بحاجه بتحاول تحبها اللي هو الانجليش. فانت اتفرج على كرتون بس هاته بالانجليزي. يعني مثلا كنا بنتفرج واحنا صغيرين على الجاسوسات، فارس وفادي، فتاة القوة، مارتن ميستري، الحاجات دي كلها اجنبي مش ياباني اللي هي كانت بتيجي على سبيس تون، لا امريكي. اي حاجه على كارتون نتورك، نيكلوديون، شوفهم. حتى لو هانا مونتانا بجد، والتي في شو كان بتاع سيلينا جوميز وبراذرز، مش جوناس براذرز، زاك اند كودي، كود ان ذا هاوس، ذاتس سو ريفن. جرب اتفرج على الحاجات دي تاني، منها انت بتربط النوستالجيا او حاجات كنت بتحبها وانت صغير بالانجلش دلوقتي، بجد هتفرق قوي قوي قوي. وعايزاك زي ما هتفعل السي سي ممكن تفعل الترجمه برضو، مره كده ومره كده، او الكابشنز انك تشوف الكلام اللي بيتقال ايه، لان هي ممكن تقول what do you mean فانت مش عارف هي بتقول ايه. لما تفتح الكابشنز هيبقى مكتوب ايه what do you mean، فتعرف ايه ده، هي what do you mean لما تتقال بسرعه تبقى what do you mean. اوكي ده هايل. طب انا مش عارف معناها ايه، افتح الترجمه. فشويه كده وشويه كده هتفرق قوي، وبجد you will have a really nice night لو انت فتحت برنامج انت بتحبه وسرت عليه عشان تتعلم الانجليش، وجهز معاك بجد كشكول، وهتلاقي نفسك وانت بتتفرج مبسوط. شايف الحاله العقليه اللي انت بتحط نفسك فيها وانت بتتفرج ومبسوط انت بتكتب كلمات، فانت اللي هو الله ايه الطريقه الحلوه اللي انا بتعلم بيها دي، مش اللي هو الكورس اللي انت بتجبر نفسك فيه لازم امتحان، لو ما حلتش الواجب مش هتدخل، هتنقص درجات، وفي الاخر ممكن ما تاخدش الشهاده علشان درجاتك مش حلوه. كل ده انت مجبر، ممكن كمان انت اتشغلت فما لحقتش تحل الواجب فبتحل الواجب حادي بادي، فانت خلاص انت كده دخلت نفسك في حاله عقليه لا انا كده مش هتعلم، انا ضيعت النص ما جاتش على النص التاني، كده كده هي بايظه من الاول. فانت لما بتبوظها من الاول انت معود نفسك ايه، طالما الاولاني باظ اللي بعديه بقى هيبوظ، فانت خلاص بقيت بتكرف بقى وبتكمل الكورس وانت فاقد الشغف. فبلاش منها، بلاش مضيعه وقت، مضيعه تفكير، ومضيعة فلوس. يعني انت كبرت خلاص، بلاش طريقة التفكير دي. اوكي، يعني انت زي ما انت عايز او محتاج تحسن الانجليش بتاعك انت محتاج تحسن برضو طريقة تفكيرك، ده ما ينفعش. انت هتلاقي نفسك بتعتمد الطريقة دي في كذا جانب في حياتك اللي هو انت بتخسر فيه actually. لو انت او احنا اتربينا بطريقة غلط في الاول، احنا خلاص بقينا ناضجين ان احنا نقدر نغير طريقة تفكيرنا. اوكي، فكر، اقف لنفسك على واحدة، راجع انت بتعمل كده ليه، انت بتخسر ولا بتكسب، ولو انت بتخسر is that okay for you، ده عادي بالنسبة لك ان انت تخسر، هو عشان يعني الخسارة مش حياة فانت بالنسبة لك عادي.